من مصيبتك شنسى كم حالة تشيب الراس. أنسى زينب اللي ظلت فرجة بين كل الناس. أنسى ظهرك المكسور من طاح القمر عباس. أنسى خيام متوجرة، أنسى عيال متيسرة، أنسى أجساد على الغبرة. لو أنسى طفل مذبوح بعده بعمر 6 شهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا وإياكم في برنامج نبرات الولاء. معنا ومعكم أحد خدمة الحسين، أحد الخدمة المهمين في الوسط الحسيني داخل بغداد، ألا وهو خادم الإمام الحسين ملا عبد الرحمن النصيري. أهلا ومرحبا بك. حياك الله ملاكنا العزيز وعظم الله أجرك. شكرا جزيلا على إطرائك. أنا واحد من الخدام الصغار. لا عفوا، مقامك عالي. رجل صاحب تجربة وصاحب خبرة وسابقنا بالتجربة يا ملا منير. أسأل الله أن يوفقك ويحفظك وإن شاء الله نكون خفيفين. الله يبارك عمرك، قواك الله على التعب وعلى الخدمة. الله يطول عمرك. نسأل الله القبول ونشكر قبولك لدعوتنا. والله شرف كبير لي أنه أنا أولا ألتقي وياك، ثانيا الأخوة الأعزاء القائمين على هذا البرنامج وهذه القناة، وشرف كبير هذه الدعوة. جزاكم الله خير. الله يبارك بعمرك. اليوم ملا عبد الرحمن النصيري اسم من أسماء اللي موجودة بالوسط الحسيني، اسم مهم. اليوم أريد أسألك سؤال بين التطور والأصالة. أكو حدود؟ والله أولا أرجع وأقول لك أنا مو رعد وهب، أنا إنسان بسيط جدا. التتابع الزمني نعم. اللي مر على المنبر المفروض التطور يكون مكمل للأصالة، لأنه الأصلاء في زمانهم الأول هم كانوا حالة إبداعية وحالة من الثورة. يعني مثلا لما ترجع بالزمن إلى بدايات التسجيل الأول للقصائد، يعني احنا عندنا أول رادود سجلت له قصيدة وثقت له قصيدة اللي هو ملا عبد المحمد البهبهاني. نعم. هذا راد من روادي النجف القدماء. بالثلاثينات سجلت له قصائد. في زمنه كانت تعتبر حالة إبداعية باعتبار أنه هو أضاف إلها شكل لحني جديد، شكل على مستوى الأداء جديد. نعم. ثم المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الثورة، مرحلة الانطلاق الكبرى اللي هم اللي قاموا بها هذول الشخصيتين اللي هم سيد كاظم القابشي والملا فاضل أبو عصري اللي كانوا يسمونه أهل النجف أبو حليق الذهب. نعم. هذول أول من وضعوا قواعد التطور والحداثة بالقصيدة. طوروا القصيدة من المربعات اللي هي الميمر والتجليبة والموشح، طوروها إلى قصيدة، إلى قصيدة مستهل وأبيات. مستهل وأبيات، وخلونا أساس اللي هو أساس قاعدة قصيدة القعدة اللي هي مستهل شيعتي تشطير حدي النوب يرجع. ومن ثم الثورة الهائلة العجيبة اللي قام بها حمد الزغير رحمة الله عليه. حمد الزغير يعني كان ظاهرة على مستوى الإبداع والتطور والحداثة سابقة زمنها بفترة طويلة، وأحدثت ردة فعل في بعض الأوساط. أنا كانت فطرية، بيها جانب فطري وبيها جانب مدروس. حمزة أنا التقيت بمجموعة كبيرة جدا من الشيبة اللي كانوا ضمن جروب حمزة الصغير، هم جروب المؤسسين. نعم. كانوا ورشة خطرة جدا على مستوى التلحين وعلى مستوى الشعر وعلى مستوى التقطيعات اللحنية والانتقالات. يعني حمزة مثلا في وقته، ما أدري يصير أجيب أمثلة على راحتك. حمزة في وقته مثلا جاب وحدة من المستهلات اللي هي عجيبة غريبة على مستوى التركيب النغمي. مثلا يا كفيلي يا حرامي علينا الفرات، سالم انت وسكنة باخطار الحياة، تصيح سكنة والظما مأثر عليها، وانا عمي ولازم الجود بيديها، يا كفيلي انطار دليلي وانا زينب. تركيبة هائلة طبعا. يعني هذا تخلي عندك جانب فطري وتغليب الجانب الغيبي، بالإضافة إلى أنه هو صدق حالة إبداعية.
ولو طولت انا مدروس. بالمقدمه. لا بالعكس براحتك. هي هاي اليوم وانا متعوب عليه. ايوه اريد اوصلك الى هاي النقطه. ومن ثم طبعا مجايلين حمزه خطيرين في تلك المرحله، بالنجف عبد الرضا ووطن وحسون شيحان وعدنان الطيار وعباس الترجمان وسيد نزار ابو الريحه، هالاسماء النجفيه الخطيره اللي كل واحد عدلون، اضافه الى الله يرحمهم جاسم النويني وياسين الرميثي. ومن ثم بدات الثوره بعباس الكوفي او بشير ملا جليل، ثم اجت مرحله ملا باسم اللي هي المرحله العجيبه الغريبه اللي في فتره من احنا خلينا بهاي الفتره ملاتي، فتره ملا باسم. خلينا بالفتره السابقه. هي. اليوم بالفتره السابقه كان اكو الحان كثيره. نعم. والحان كما ذكرت مدروسه وقسم منها فطريه. اي. كان ياخذون الحان من الطرف الاخر. والله سؤالك ملغوم. لا ما ملغوم. لا سؤالك لان انا اعرف انه اكو شخصيات. صحيح. شخصيات بهذا الوسط الثاني اللي هو خلينا نحكيها بصريح العباره، الوسط الغنائي. واضح. كان اكو شخصيات من هذا الوسط يجون يسمعون المجالس مال حمزه صغير، ويسمعون المجالس مال وطن، ويسمعون المجالس مال عباس ترجمان، وياخذون لحن. واضح. الوسط مالتنا والعكس بالعكس. تبادل كان اكو. اي والعكس وبالعكس. وعندنا شواهد تاريخيه كثيره. يعني قصيده الميمون، قصيده يمه ذكريني، الاصل الحمزه، ومن ثم يعني تم استغلالها في الطرف المقابل. شوف ملاتنا، احنا في هذه الألفية الأخيرة احنا في مرحلة ربيع حسيني، في مرحلة إتاحة كبيرة جدا لما هو كان صعبا على المتأخرين. يعني أنا أذكر أني فعلا بديت على المنبر، أول قراءة قرأت شهادة الإمام الصادق ليلة 25 شوال سنة 2003. أنا صعدت على المنبر أول مرة. من رحت التقيت. عمرك ايش قد كان في وقتها؟ 14 سنة تقريبا. انا وياك متساويين بالعمر، نفس الشيء. انا 89. اي انا 88. اي الله يحفظك. الله يحفظك. الله يطول عمرك ان شاء الله. قرأت فعلا هذه. من رحت التقيت باول استاذ اللي هو الله يذكره بالخير استاذنا حجي طلال الكاظمي، انطاني تحضير، اول تحضير انطاني. طبعا ممكن يكون نشئتي شوي مختلفه، انا التقيت باصعب انواع الاساتذه. يعني طلال كان يقعدنا، وكان الرجل تعامله ويانا شديد واثمرت شدته. فانطاني تحضير، قال لي روح احفظ لي 100 طريقه الحمزه سنه 2003. 100 طريقه الحمزه شلون تحصلها؟ وين تلقاهم؟ فكنت اتعب بين كربلاء وبين النجف وبين بغداد. الان تكتب على اليوتيوب اي يصير عندك خزين نغمي خطر. السابق منين يسمع؟ لو يسمع قران، لو يسمع ما يرد على سمعه. فشي يصير حاله من التبادل. طبعا مرات اغلب الاحيان غير مقصود، بالاضافه الى ترسبات البيئه المنشئه. يعني هو مثلا جاسم النويني رجل ابن طويريج، ابن القرى والارياف، فاكيد تجي الترسبات البيئيه ما نشأ عليه. نعم. فتصير اكو حاله تبادل، سواء من جانب المتاخرين ويا ذاك الجانب او بالعكس. ومثلا حمزه قلت لك كان عنده ورشه. يعني هو يذكر رحمه الله عليه محمد حمزه الكربلائي الله يرحمه ابو منتظر، انا التقيت به الله يرحمه، يقول احنا كنا نروح نسال ونسمع ونستفسر ونجيب ونجي ونهذب الجمله ونخليها بشكل اللي مو مبين، واداها كان اداء حسيني مو اداء طربي. نعم. او مثلا الله يرحمه عزيز القلقاوي اللي هو قصيده داغري ذبني عبد الله يا شمعة ضوء عيوني. نعم. من هذبوها وجابوها الى هذا الجانب، قرأت بطريقه حسينيه، بطريقه دينيه، مو بطريقه طربيه مثل ما يحصل الان. نعم. يعني انت الان لما تستورد طريقه هذبها، ماكو مشكله اليوم ولا تأديها بطريقه طربيه. اخذ اجواءها العفو من احنا مهما كان باي شكل من الاشكال. انا وياك اليوم لابسين اسود نمشي بالشارع، يعني تصير حاله، تصير انت تتحول الى رمز دال على القضيه الحسينيه. بس هاي حاله الاستيراد اللي جاي نعيش بها حاليا، لا والله حاله مو صحيه، لانه الجماعه شويه خل اهذب اللغه استغرقوا جدا في السرقه
والتعدي، ويتصورون انه الجمهور مو مطلع. لا ابوي، الجمهور مطلع اليوم. حتى صارت اكو صفحات تنشر هاي اللي تواردات. هذول الصفحات قام يجيبون تواردات لا على البال ولا على الخاطر. فانت خلي بالك وشيء، وانت روح الان، يعني الان تعلم النغم متاح، تعلم الاطوار متاح، واحنا اكو عندنا كنز عظيم هائل اللي هو المنظومه القرانيه الرائعه. تعال شوف شنو من ابداعات وانتقالات عندهم. انت بامكانك انه تتعلم، تملي ذهنك بهذه الانغام، تعكسها على هاي القضيه. احنا اليوم لو نجي نجزء، سامحني هو سولفت. لا بالعكس براحتك. احنا هذا البرنامج اولا الوقت تقريبا براحتنا، ثانيا احنا قاعده وديه، ما عندنا هذا شو اسمه التكلف ان شاء الله. اليوم لو نجي نقسم هذا التقسيم اللي تكلمت به اليوم، كانت الفتره اللي هي الفتره التراث القديم والفتره المعاصره والفتره الحديثه. اليوم لو نحكي عن فتره الحاج باسم، اكيد برزوا بي بعض الرواديد، ماكو يعني رواديد بكميه هائله كانت طبعا موجوده. هاي الفتره شنو كان التاثير الفتره اللي قبلها عليها؟ هم شوف، اسئلتك كلش ملغومه اليوم انت حتسوي لنا كارثه. عموما ان شاء الله اكثريتهم كانوا معاصرين وهم جايين المرحله السابقه. نعم. يعني من كربلاء مثلا كان، اتكلم عن الاقدم فالاحدث. ملا جليل، سيد حسن الكربلائي استاذي بشكل مباشر، ملا باسم، ملا ناظم الكربلائي، وملا علي باشا. نعم. هذول اللي كان عليهم العين بالنسبه للجانب الكربلائي. هذول كلهم كانوا ملحقين على حمزه، وملحقين على الناس اللي هم كانوا رواد تلك المرحله، في مرحله حمزه ومن غيره، أبو بشير وعباس الكوفي، وبعد همات اكو اسماء. هذول لحقوا يعني باوج عطاء المتاخرين. انا لحقت على عبد الرضا، ولحقت على تلك المرحله. عبد الرضا ووطن، وعباس ترجمان، وحسون شيحان. عباس ترجمان رحمه الله عليه، عباس ترجمان عباره عن موسوعه هائله، دكتور باللغه العربيه واستاذ في جامعه طهران، خطاط على مستوى العالم، واديب من الطراز الفخم، وشاعر رائع، ورادود مذهل. عباس ترجمان حاله، يعني انا عندي امكانيه انه اذا اتيحت الفرصه ان اتحدث عن عباس ترجمان بكونه حاله ابداعيه منفرده، وغيره من الرواديد رحمه الله على من مضى، والله يحفظ اللي بقى من عندهم. هذول لما ارتبطوا بالمقابل عكسوا التجربه على روحهم. يعني لما تسمع باسم وجرح الله يحفظهم ان شاء الله ويطول في اعمارهم، ولا باسم ولا جليل، لما كانوا يقرؤون الحمزه يقرؤون بالحذافير، يقرأ قرايه صريحه وصحيحه ودقيقه. اخذوا هاي الروح الحسينيه وهم اجوا خلوها على الطاوله، وصنعوا من عندها حاله ابداعيه. يعني انا سالت ملا جليل في يوم من الايام، قلت له انت لاي مرحله كنت شجاع وجريء لما سويت 3 قصائد اشهرهن قصيدتين، اللي هي قصيده على المشرع العباس، نعم، قصيده من سقط منك علمنا، قصيدتي هل رحت بسلامه. هذني علامات عند حمزه كانت، وانت اجيت غيرت طورهن وقريت في مرحله لطامتك اللي جوا كان لطامه حمزه. يعني قصيده على المشرع العباس اللي كنا سامعينها، طورها الاصلي عند حمزه ما كان هالشكل. المشرع العباس صاب السهم عين، أحايا سهمي العين، وانكسر ظهري حسين، وحنا انقطع بينا. اجا ولا جليل لا غير المشرع. قلت له انت لاي درجه كنا الشجاع؟ قال عمي قبل احنا قوه تاثيرنا تختلف، وحتى نوعيه تحضيرنا. من اجى صح هم شافوا تغيير، بس تغيير مدروس، تغيير دسم، تغيير عميق، تغيير غير قادح. انت مره تسوي تغيير يصير باساءه للسابق، لا هذا اجمل ضاف له، ومره تغيير يضيف. احسنت، اضافه صار. فهم ناس مبدعين ودارسين وفاهمين. قلت له الملا جليل مره شيء بالشيء يذكر، قلت له حجي قصائد قبل تختلف عن القصائد؟ قال طبعا.
قال هسه احنا نقرا سنه 12 شهر مطلوبين شهرين. قلت له ايه؟ قال قبل لا، احنا 13 يوم 10 محرم، احسبوا وياي. اي 13 يوم 10 محرم، اي هاي 13. ليله زين العابدين، ليله الحسن، ليله الأربعين، ذني ثلاثه صارن 16. 16 ليله شهاده النبي صارن 17. يلوحه ليله ليلتين شهاده الزهراء الروايه الثالثه، قول ليلتين و17 صارن 19. قال بعدين تلوحنا لو ليله لو ليلتين شهاده موسى بن جعفر، روح ليلتين هاي 21. وبعدين تجيك شو وراها مناسبه ورا رجب شهاده امير المؤمنين 3 ليالي. ايش قد قلنا ذيك 21 هاي 24 اجمالا ما يوصل 25 ليله. هاي اذا الله موفقه 25. قلت له يعني شنو؟ قال احنا طول السنه نحضر ال 25. قلت له هسه انا داعيك عبد الرحمن المتحدث الاقل، انا بالفاطميه هالسنه اللي مضت انا قارئ 54 ليله لشهاده الزهراء. ايش قدر ادير لها شعر؟ ايش قدر ادير لها تحضير؟ يراد لها لوري شعر. اي بالله العظيم. يعني انا الحمد لله اشكر هسه احنا اليوم 3 صفر فضل من رب العالمين شعراء بركاتهم سلام الله عليهم. لا احنا جتنا نعمه اسمها التليجرام. ايوه هو القنوات اللي بيها. يعني هسه احنا اليوم 3 صفر، انا من العشرة الاولى الى الان 33 مجلس، اذا باليوم مجلس. انا عندي يمكن 16 17 ليله على مجلسين 3. شو يدري الشغل؟ وهسه صار كله توثيق وتصوير وبث. شو تلحق؟ فانت ممكن في حاله من الحالات روحك الابداعيه، لانه انت مهما كنت طاقه اليوم مرتاح اليوم متضايق. فالسابقين كان عندهم مساحه وكان عندهم دقه بالانتقال. يعني باسم احدث ثوره مرحلته ما هضموها. يعني اجاك باشكال ابداعيه عجيبه. ابو بشير اجاك ضاف لك لون بامتداد من التراث الى الحديث، يعني طبلك من الجليل. يا ليل طاول ساعتك، وين راحت هسه؟ ليت عاشرة. وهالابداع وهالجمال ذولاك كانوا مجدين جدا حقيقة. خلينا نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله هسه راح ناخذ فاصل وبعدها نرجع الى موضوع الحداثه والقنبله الكبيره ان شاء الله. احنا ان شاء الله نروح فاصل ونرجع لكم مشاهدينا الكرام. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، البرنامج بودكاست نبرات الولاء. معنا ومعكم خادم الإمام الحسين ملا عبد الرحمن النصيري. أهلا ومرحبا بك. الله يسلمك، حياك الله. أهلا بك ملا عبد الرحمن النصيري. حكينا عن الفترات السابقة. اليوم عندنا فترة اللي هي أهم فترة من الفترات. اليوم نشوف الوسط الحسيني انتقل إلى مجال ممكن الناس تسيء صح للخدمة الحسينية. صح. ممكن الناس اللي الإضافات اللي دخلت وطرأت على القصيدة الحسينية ممكن الغير يستغلها وينتقد، وانتقاد المشكلة ما تقدر تدافع عليها. واضح. هي اكو لحظات ما قدرت تحكي. يعني هي صحيحة. كارثة. هي صحيحة. هي. يعني اليوم شنو رأيك بالتطور اللي طرأ على القصيدة الحسينية بشكل عام؟ يعني اولا انا يعني ابدي فهمي القاصر، لا ناصح ولا صاحب رأي. واكو عندنا، شوف انا من النوع اللي يعني اكثر الجلسات اللي تصير يعني ويصير بيها لقاء ويا خارج العراق، واحنا هاي اكثر ازمه نعيش بها، انه اللي برا ينظرون الى الساحه العراقيه من الفوق وهم حقهم لما يصلهم. اكو غلط بالقياس ملاتنا. القياس يكون على ما وصل إلى الناس من السطح، يعني القصائد اللي هي الأكثر شهرة. هاي كارثة. هاي كارثة. يعني حتى في عالم الشعر ليس بالضرورة أن يكون الأشهر هو الأشعر أو الأشهر هو الأفضل، لا أبدا. قد يكون حالة مسيئة هي الأشهر تنتشر بين الناس. أنت لما ترجع الآن تسوي قراءة سريعة جدا وبسيطة، بداية من البصرة إلى بغداد إلى ديالى، مو صحيح؟ بعد أكو فوقانة تضيف لها جزء من بلد والدجيل وجزء من مناطق كركوك.
إذا تجي تسوي استقراء بسيط بالمنطق، عندنا مراحل للاستقراء، استقراء البسيط واستقراء التام. استقراء التام يتعب، استقراء البسيط ايش قد تلقى حالات إبداعية رائعة، ايش قد تلقى حالات جميلة جدا، بس وينها؟ ما حد يدري بها، لأنه للأسف صار بعض الناس تتوجه إلى ما هو مثير، واكو بعض الناس يتعمدون إثارة المتلقي بصح بغلط. ما عليها، أني أستحسن نواياهم، أقول هم غير قاصدين، بس بعض الأحيان ما تقدر تستحسن. اللي يطلع على السطح يعني مؤلم. تجي تقيس أنت القصائد اللي هي أكثر شهرة، اللي هي في عالم الطرقاع السوداء اللي هو الترند، لا والله بها كوارث. ملا عبد الرحمن اليوم كلامك كله منطقي وكلامك كله صحيح، بس اليوم إذا تباوع للطرف الثاني هم يعانون من هاي المشكلة. أي طرف؟ يعني جانب ال 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 الوسط الغنائي خلينا نقول. لا هو بشكل عام في كل الفنون. نعم. في كل الفنون ما صار اعتماد على الأجود على الأفضل أبدا، صار اعتماد على الأكثر شهرة. كل الفنون. أي في كل الفنون بغض النظر عن الخدمة الحسينية. لا هو بالنتيجة هو الخدمة الحسينية هي هم عالم إبداعي أكيد، فيندرج تحت هذا العالم. يعني الآن مثلا لما تجي تخلي يعني على طاولة النقاش تخلي عالم النجف رائعين، كربلاء رائعين، الكاظمية، المدارس الأصيلة، بس اللي طالع بالميديا علي ظالم. صح؟ مع أم ضد التطور في القصيدة الحسينية؟ لا طبعا مع 1,000,000%، لكن وفق حتى تستوفي الشروط الصحيحة. يعني أنا قلت لواحد يوم من الأيام، وهاي الكلمة موجودة، هسه ما أدري بعض الناس هي أكثر كلمة اللي الناس تداولوها عن داعيك الصغير، عن خادمك، إنه هذه القصائد اللي تقرأها اللي عليها مشاكل في غير مرحلة الغيب، الإمام وأهل البيت سلام الله عليهم، هذا من أبجديات عقائدنا أنه هم موجودين. بس لو في مرحلة الحضور، يعني الحسين كان حاضر فعلا بجسده سلام الله عليه وروحي له الفداء، بالفعل تقراها قدامه هي هاي القصيدة، ما رد عليها. قلت له أنا بالنسبة لي ما تعرف شو تجاوب. قلت له أنا بالنسبة لي أقدر أصعد، الله يبلغنا هذا الموقف، أصعد وأقرأ يا محلى الوداع بهالمسية. ما تقرأ القصيدة اللي أنت مسويها ومبدع؟ لا إذا مستوفية الشروط أقرأها. أقدر أصعد أقرأ قصيدة بليل دموع بمذبوح نجمة، تقرأ لك منها؟ أنا اليوم أريد أسمع. خادم. إحنا هواي سولفنا. خادم. والجماعة حتى بالإعداد يقولون يابا إحنا نريد نسمع من عبد الرحمن. إيش تقرأ من التراث مله؟ تراث؟ أي. لا أقرأ لك شيء. إحنا أول شيء خلينا نقرأ من التراث. من التراث خادم. من التراث. وبعدها تقرأ لنا من الحداثة. من التراث شوف كاظم المنظور وحمزة. أنا رجل يعني حتى اخواننا واصدقائنا يعتبروني شايب، لانه انا انتمي الى ذاك العالم جدا، وانت تدري جدا انتمي الى ذاك العالم. قراياتي ولابس عقال وهالامور تميز، هذا بركات اهل البيت سلام الله عليهم. وكاظم المنظور اذهلني، تعبني كاظم المنظور، تعبني يعني من خلال المتابعه. كاظم المنظور يرسم صوره ليله العاشر عند السيده سلام الله عليها، يعني يقول أسكون ألقاها، يقول وين شهد العين لي السغران، ليش ما يهدي القلب زينب تودع حسين لي السهران، زينب بليلة خطاب قاعدة باستار ركن خيمتها، تشاهد العسكر كثر والفزع جرار شد حالتها، وشاهدت شمس وقومة تبتي
شوفت إخواتها حلو والساعد عالصيوان نشر جنحان صاحت بدمع ليهل يا اخويتي عيالي النزل ناشدوها بهالحين ليش ساران حجي الله يوفقك ان شاء الله. سيناريو والله سيناريو الله يرحمه. وهالتفصيل صعب التراث والله صعب. الحمد لله وشكر وصلنا صعب. هذا الشيء وعاصرنا وسمعنا وقدرنا نقرا شيء من هذا التراث. يعني ايش قد قرأت الناس قصائد بس اكو قصائد ما قدروا يقرونها، مثلا قصيدة مفروض على الناس حبك يا علي. أي. لا هي بس حمزة يقرأ بها 8 أبيات بصحن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقول القصيدة إلى الشاعر الأديب الحاج كاظم منظور الكربلائي يلقيها عليكم حمزة زغير رادود. سامعه يمكن؟ اي سامحه. وبأعلى مراحل الجواب وهو مرتاح. اليوم اذا اليوم تجيب تخليه على جهاز وتقيس الدرجه اللي جاي يقرا فيها. لا احنا الله يحبنا، احنا الان ما ويانا حمزة كان قعدنا كلنا بالبيت. صح حقيقة حمزة مؤدي خطير. اكيد. اليوم اريد اسالك سؤال، اكيد اليوم اكو مراحل تطرح طبعا بالمناسبة يعني احنا حتى يكون نعم. واضح لحضرتك وللأخوة الأعزاء القائمين الله يعطيهم العافية. طبعا الله يعافيك. أنا في كل اللقاءات اللي سواء أنا أقدمها أو أطلع بها ضيف أقول هذول جنود مجهولين الله يجزيهم بألف خير اللي خلف الكواليس إن شاء الله الحسين يبارك فيهم، إنما هذا التهيئة كلها عليهم وإحنا الرواد نجي على الجاهز بكل مكان نجي على الجاهز. جزاكم الله خير. حتى يكون واضح إحنا تدري ليلية عندنا التزامات وبالعادة الصوت بالنهار مو ذاك تدري مو؟ اكيد صوت بالنهار مو ذاك فخلي يسامحونا. فاكيد انت الصوت هم له وقت راحه وهاي. سؤالي اليوم اكو مراحل تمر على خادم الامام الحسين، يعني اكيد اكو بدايات واكو نقطه انتقاله. نعم. اليوم بالنسبه لعبد الرحمن النصيري اكو قصيده هي كانت نقطه انتقاله الى خادم الامام الحسين عبد الرحمن النصيري. في اكثر من مرحله، بأي مرحله تريد؟ مرحله البدايه نقول. اليوم انت بديت اول شيء بديت مجالس، اكيد مجالس بسيطه ومجالس ما بها توثيق وكذا وكذا. لا هو ذاك الزمن احنا بال 2003 واحنا صار اصلا كان توثيق فشي نادر. اي اكو قصيده قريتها اللي شعرت بانه هي هاي القصيده هي خلتك تصير هسه احنا ما نقول انه صرت مشهور اكثر، اخاف ما تقبل علينا. اكو قصيدتين، وحده بال 2004 نعم، وسبحان الله ما ادري ليش سجلت ذيك الفتره، يعني ما ادري ليش. اي الله وفقنا وسجلت. يعني انا قلت لك انا من الطفوله انا والده امي اللي هي جدتي بالعراق بيبيتي الله يرحمه رحمه الله عليه رحمه امواتكم، ملايه صاحبه صوت خطير هي علمتني. نعم. فهي من زمان سوت عندي هاي حاله الاتصال بالماضي خلتني احب التراث. فاني من طفولتي انتمي الى ذاك العالم. كنت احب ابو بشير جدا، وصار عندنا مجلس كبير بمنطقتنا بغداد جديده وقرأت قصيده لابو بشير. هاي القصيده لفتت النظر بالمنطقه الي، وهم جزاهم الله خير يعني دعموني في هذا الموضوع وسوقوني الى باقي المناطق، اللي هي على طور قصيده والله ساعه تندب علي والله كل همومك تنجلي. زين. اللي هي اقرا الاصل. والله ساعة تندب علي والله كل همومك تنجيلي لو ريدت تدخل عنده. اقراها سريع مو بطريقتي. لما انت تطيح بشده والله كل همومك تنجيلي. فعلا صارت انتقال اللي بعدها اللي هي الاهم، اللي هي قصيدة جروح اخذكم. جروح اخذكم. قبل تقريبا 8-9 سنوات احنا كانت بدايات نهضة المجالس الاصيلة التراثية في بغداد. بالبداية هاي قرأت اللي هي يقول
تنكتب ما تنحكي جروح خدكم يا اهل مكسورة قلب ناشدتكم حيل شديته بعطش من عفيتكم شوف مولانا طشينا ما قولن صدق ويثبتني متوني الزرق للعلقمة دار اختنق هلي وان ذيك الراية صارت وان ما ميل تميل هالسبية القيد يحكم لا كفى لولا كفي والى اخر القصيدة. الله الله. طبعا شاعرها خادم الحسين الاستاذ حيدر النصيراوي. حيدر النصيراوي الله عرفه؟ شلون ما اعرف. شاعر كبير وخطير مختلف. الحانها داعيكم الاقل هاي لحنتها عند السيد المعصوم وسلام الله عليه في قبل موفق ان شاء الله. اليوم اين عبد الرحمن النصيري من المقامات الحسينيه وشنو اللي يفضله وشنو اللي يحبه وشنو اللي ما يحب يقرا اصلا؟ والله أنا بالنسبة لي أخيك الصغير يعني مو كلش متبحر في هذا العالم ولكن أعرف المقامات الأساسية وبعض تفرعاتها. أنا أذني شرقية أكثر اللي هي عالم البيات والسقاء والصبا وهالأمور إن يعني أذني شرقية أكثر. وبعض الأحيان مو إحنا تدري مله النص يحكم طبعا. اليوم نص يتطلب يعني قبل ما اجيك اذا تسمح لي قبل ما اجيك مولانا اني عندي الليله مجلس للسيده رقيه سلام الله عليها. يعني اعتذر منك رقيه يا بنيتي ما تلقيتك بدي يا بنيتي عطشت خل المدن عطشت خل المتن انا ما عندي حضن أنا ما عندي حضن حتى أقلش قربوا لي يا بنيتي. ما تقدر تقراها بمقام مثل السيقاء اللي هو روحه قوية وجبارة ولا تستغرق به في عالم التفجع والمصيبة مثل الصبا ولا يكون روحه طربية عالية مثل الرست. لازم تروح إلى عالم البيات وعالم الكرد. يعني هيك صارت. نهاوند ممكن النهاوند بيه لمسات طربية فرايحية بعض الأحيان بس رائع يبدع بهم اللباسم كثيرا. مثلا اعتذر منك رقية يا بنيتي الله ما تلقيتك بدي يا بنيتي عطشت خلي المتن أنا ما عندي حضن حتى قلت قرب لي يا بنيتي. شو بتروح إلى هذا العالم اللي هو بين الكرد والبيات. طبعا إلى الآن لم يتفق الناس أنه هل الكرد مقام منفصل أم هو من عشيرة البيات. من عشيرة البيات. اليوم الخدمة الحسينية تعلمنا الوفاء. الله. وبعد الخدمة الحسينية مصنع الرجال. الخدمة الحسينية الحسين يعلمك تصير خوذ زلمة مله. أنا أقصد كمثال أنت خوذ زلمة كلف والنعم الله يسلمك والنعم من أصلك. بس أقصد يعني من حيث الأصل تعلمك تصير خوذ زلمة وخوذ زلمة إلها تبعات إنه أنت ما تغدر ما تنافق ما تكذب ما تسرق ما تستغل الناس باسم الحسين. صر شجاع صر صاحب كلمة صر صاحب موقف. حقيقة يعني الخدمة الحسينية مصنع الرجال. قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مكردس ومدعس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون إلى ذهاب الأنفس. أكبر دليل على ذلك
في هذا العالم مصنع الخدمة هواية عندنا، هواية عندنا، هواية. يعني اكو عندنا في عالم هاي العلوم الجديدة اللي هي علوم التنمية البشرية وصناعة الذات والشخصية، ومن تفرعات علم النفس والاجتماع اكو عندنا أسئلة يسمونها أسئلة العصف الذهني، استغليتها، اللي هو أثناء كلامك انه اكبر دليل على هذه كثير. يعني شوف، يعني عندنا مثلا الهفهاف البصري، سامع بيه؟ نعم. الهفهاف البصري يعتبر آخر شخص من الأنصار. وصل إلى كربلاء، وصل لنداء الحسين في البصرة، وصل إلى كربلاء، وصل قريب الغروب، شاف خلصان القضية كلها، فدخل في خيمة عمر بن سعد. من أنت؟ أنا الهفهاف البصري قادما لنصرة الحسين من البصرة. قال له: أي وش تريد؟ قال: هذا الحسين عليه السلام رأسه على رأس رمح. قال: ابن بنت رسول الله، قاتل وقتل 11 وقتل، كان بإمكانه أنه خلص هو أدى اللي عليه ويرجع. وكثير من الأمثلة من الشهداء والسادة والشخصيات والعلماء، وكثير كثير كثير. نعم. أبو السجاد وخدمته ولاده مولانا. ولات اليوم خادم الإمام الحسين المفروض يعلم نفسه أولا بعدين يخدم؟ طبعا. كيف؟ طبعا. الإمام الجواد سلام الله عليه عنده كلمة رائعة بالمضمون أنقلها، يقول: من لم يجعل له واعظا من نفسه فإن مواعظ الناس لا تؤثر فيه. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. أنت إذا مو فعلا عندك رادع من ذاتك، أولا أنه أنت كن فعلا حسيني بالبيت، بالشارع، بالمنبر، بالسوق، بالدوام، ويا أصدقائك، بالخدمة، تعكس الصورة. إيش قد عندنا ناس صارت عندهم ردة فعل تجاه الدين بشكل عام. يابا ليش؟ يقول ما شفت متدينين حقيقيين. صح. يعني هو يدعو إلى سيد الشهداء وإلى خدمته وعنده مكسرات ما يلبس عليه ثوب باسم الحسين عليه السلام. لو والديه، لو ما عنده أمانة، هو بشكل عام مكسرات، سارق، يستغل الناس باسم الحسين. باسم الحسين يروح يتقرض أموال من الناس ويهرب. باسم الحسين عليه السلام يستغل الجانب النسائي. باسم الحسين عليه السلام يستغل الناس في الترويض والترويج إلى نفسه. هو يدعي أنه خادم الحسين بعدين يستغلها لأغراضه الخاصة. هاي مشكلة. يعني أكو حالة من النفاق ممكن تصير، نفاق غير معلن في الداخل، وممكن هو ما منتبه. الناس أصناف، يقول ولا يعلم بأنه لا يعلم فذاك جاهل فاجتنبوه. احنا عندنا بالمنطق نسميه جهل المركب، هو هم ما يدري وهم ما يدري أنه ما يدري، يعني ما يفتهم وما يدري أنه ما يفتهم، ذاك جاهل. فهي موجودة عندنا هاي الحالة. خادم الحسين يعني لازم يعرف أنه ينتمي إلى أي منظومة. نعم. إلى أي منظومة. وقت الصدق صدق، وقت أن تكون أحلاس البيت لازم تقيسها وبحسابات دينية. بعدين احنا اكو عندنا أزمة الآن جاي صار. آخر كلمة، أدري تأخرنا وطولنا. لا على راحتك. آخر كلمة، احنا عندنا أزمة جاي تصير، إنه نقيس دين الله بعقولنا. لا أبوي، عندنا مرجعية وعندنا عمامة وعندنا مؤسسة دينية وعندنا تراث عظيم، تعال أخذ منك تعاليم. المرجعية ايش تقول لك؟ أخذ بكلام. القيادات ايش تقول؟ أخذ بكلام. لا مو عن فراغ جو حقيقة. فأنت تكون عاكس لتلك الصورة أو تكون نافذة لذلك الضوء العظيم اللي هو ضوء الخدمة الحسينية. أحسنت. اليوم إذا فد يوم من الأيام حسيت تريد تجدد النية، اليوم أنت ناوي إنه أنت خادم الإمام الحسين وحسيت إنه أكو قصور بدر من عندك، ردت تجدد النية، صارت عندك هيك شيء؟ والله احنا حالة الشعور بالقصور لازم تكون متواصلة. حالة الشعور بعدم اتيانك للتكليف الذي وصل إليك من عالم منبر لازم تكون مستمرة. نعم. فأنت دائما تجددني. أنا أروح أقول له لو السجل والله العظيم مسأل المقربين عليه، أنا هواية أروح الكربلاء كنا هالشكل، بس أنا عندي قضية، أنا ما أحب أروح أزور وأرجع، ما أحب هاي الحالة. نعم. أنا أحب أروح أقعد يومين 3 أيام 4. أقول له أبو السجاد الخير من عندنا من عندك، الجاه اللي عندنا من عندك، وأنت علمتنا عليك، تربيتنا وعلمتنا عليك.
إذا يوم من الأيام ردنا نزلة في يمنا يسرى، أنت رجعنا، أنت تكفل بأمرنا. والله الخير اللي احنا لو مال الحسين نجتمع هسه هاي القعدة أنا وياك والأخوة الأعزاء، لو أبو السجاد لا والله ما نجتمع. الله يبارك. فدائما أقول لأبو عبد الله أنت تولى أمري، أنت تكفل بي. الله يجعلك من خدامه المخلصين. فدوا أروح لك من طيبة. احنا جدا شاكرين قبولك للدعوة، والله شرف كبير شاكرين لي حضورك وقدومك المبارك. الله يطول عمرك، وأنا أشكرك على إتاحة هاي الفرصة، وأشكر الأخوة الأعزاء القائمين على هذا البرنامج وهذا الهدوء اللي بالبرنامج وهاي الروحانية. وسامحونا شوية يعني تطرقنا ممكن إلى مواضيع تثير المتلقي، وخل تثير المتلقي. الله يسلمك. إن شاء الله احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهاي الليلة. إن شاء الله نلتقي معكم مع خادم حسيني جديد. في أمان الله.